بعد تجديد متحف إمحطب كنت تقريبا أول واحدة موجودة هناك. تم افتتاح متحف إمحطب اللي موجود في سقارة بعد إعادة تجديده. المتحف بيتكلم عن إيه ومين إمحطب وإيه محتويات المتحف؟ ده اللي هتعرفوه دلوقتي قررت حالا. أشرح لكم كل قطع في المتحف واحكي لكم حكايتها، لكن المفاجأة بقى الجميلة إن أنا قابلت هناك الأستاذ الدكتور محمود مبروك. دكتور محمود مبروك ده لوحده ايه، حكاية، أكيد هحكيها لكم قريب. طبعا هكلمكم عن انتهزتها المتحف فرصة بس. وقلت لازم تسمعوا بص، منه. المتحف مختلف شويه عن المتاحف اللي في مصر كلها. اول متحف موقعي يعبر عن الطرز الفنيه وان الفنون المصريه اللي كان عاملها نحات ومعماري وخزاف وفخراني. المتحف هنا مش بيتكلم على الاثار كتاريخ، بيتكلم على الاثار كفنون. واهم إمحطب المعماري العالمي اللي هو أول من بنى مجموعة معمارية كبيرة بالحجر، وأول هرم اتبنى هو دوت إمحطب. المجموعة المعمارية ديت كانت درس المعماريين بعده 2500 سنة. تخيلي أما بيقلدوه المعماريين 2500 سنة ما خرجوش من القانون بتاعه اللي حط أول أعمدة، حط فكرة أول باب وأول سقف وأول قرش وأول عتب، أول شباك، أول سور، وهكذا. لأنه عمل وحدة كبيرة أوي معمارية وحولها من قبليه كانت عمارة نباتية، يعني كان ملبوس والسمار والخوص وزعف النخل، كان ده اللي كان موجود. جه إمحطب حول كل العمارة النباتية دي اللي زي اللي موجودة في أفريقيا لحد النهاردة، حولها لمعمار حجري. الحصيرة اللي هي كان بيعملها الريفي قبل إمحطب هي اللي خلت إمحطب يستوحى فكرة الفاينس والتدكيك الحجر مع الفاينس. وبدل ما هي حصيرة رخوة ضعيفة بتغطي جدران المعبد، خلى المقبرة بتاعته كلها حصيرة من الفاينس بس حجر، وخلى الفاينس اللي هو اللون المخضر بتاع البوس والسمار بتاع الترعة خلاه شرايط بتخش سدة ولحمة، وما تتمسك من الجنبين تتضم وتبقى رفيعة وتبقى في النص عريضة وكبيرة. كل المقبرة بتاعته الفاينس دوت تحت 40 متر. المقبرة الجنوبية بتاعت زوسر كلها ذوقها راقي أبيض وتركواز. نموذج لمقبرة كأن كسرنا الواجهة بتاعته وشفنا من جوه شكله ايه. بير بينزل من فوق من الأرض، ألاقي غرفة دفن، التابوت محطوط وبعض الفخار موجود ومراكب وتمثال للمتوفي نفسه. نموذج عشان الناس تعرف شكل المقبرة ايه. الأواني الجنوبية اللي بيبقى فيها الأحشاء بتاعة المتوفي. وهنا هنلاقي حاجة جميلة ومشهورة، اللي هي الجبنة القريش، الجبنة الحادقة. بعد كده جبنة بنفس الخرطة بيتصفى لبن الشرش في الحصيرة، وعلامة الحصيرة باينة وما زالت هي نفس حجم. أنا لسه واكلها الصبح الجبنة القريش بزيت زيتون جميلة، حاجة مش معقولة من دهشور، وكأني لسه دهشور بتطلع ما هي جنب سقارة، وهي نفس الجبنة.